hello everyone. welcome لللايف تبع ليلة الأربعاء على 6:30 المساء على الانستغرام. اليوم رح أحكي عن العلاج الرابع لمحفظة مليانة، وأنا اليوم عم بحكي عن 7 علاجات. كل أسبوع عم بحكي عن 7 علاجات لمحفظة مليانة، مقتبس من كتاب يلي هو اسمه The Richest Man in Babylon. هيدا هو الكتاب The Richest Man in Babylon، هو أول كتاب بالثقافة المالية. وأنا عم بحكي عن 7 علاجات. اليوم حنحكي عن العلاج الرابع اللي كتير مهم، فرح أنطر بعد تيفوت أشخاص على اللايف. هلو نور، هلو إلي، هلو كوتش. اوكي، شو حكينا نحن؟ حكينا عن اول علاج يلي هو كيف الواحد يحتفظ ب10% من مدخول كحساب ادخار. تاني علاج اللي هي البادجيتنج او الميزانية. وثالث علاج اللي هي كيف تخلي مصرياتك يشتغلوا لك ويجيبوا لك مصاري. والعلاج الرابع هو كيف انك تحمي مصرياتك من الخسارة. اليوم أكترية الأشخاص، أكترية النساء بطبيعتنا، بنسأل وبنسمع إنه هول الأشخاص استثمروا، هيدا استثمر، فات بالأسواق المالية، خسر مصرياته. فمنخاف، منقول يعني الاستثمار شي منه منيح، وبالتالي منقول الحق على الاستثمار بدل ما نسأل شو صار معه هيدا الشخص لحتى خسر كل مصرياته. وليش بدي ركز بس على الشيء السلبي؟ ما في الشيء الايجابي كمان من الاستثمار، الشيء اللي انا ما بعرفه. فاليوم رح اشرح لك 4 نقاط مهمه تتعرفيها انت تتحمي مصرياتك وما تخسريهم، ونقطه واحده كتير مهمه رح تخليكي انت تكوني عم تعملي مصاري من الاستثمار. فاول رح بلش بال4 نقاط اللي بخلوك تخسري راس مالك، ونرجع عم نحكي عن النقطة اللي هي العلاج كرمال الواحد يكون عم يحمي مصرياته، عم تحمي مصرياتك. أول نقطة اللي هي خطرة، لما أنت تقولي بدي استثمر، تروحي أو تحكيك شي بروكرج فيرم أو فاينانشال انستتيوشن تجي تقلك افتحي حساب عندي، وأنت بكل براءة تقولي إيه بفتح حساب، ما الكل بيفتح حسابات والكل ببلش هيك. بفتح حساب ب500 ب1000 ب2000 300 اللي هن المصاري اللي هن بيعنوا لك كمان لو ما حدا جاب مصرياته على الطريق. بتفتحي لها الحساب وبتبلشي تاخدي صفقات بلا ما تعرفي شو يعني، او تستثمري بلا ما تعرفي شو يعني استثمار. والاستثمار يعني خطة مالية وإدارة مخاطر، وهول انت الاثنين ما بتعرفيهم لانه انت دغري فتي وفتحت حساب. اول شيء المؤسسة اللي فتحتي عندها حساب رح تعمل مصاري من وراك ان ربحتي او ان خسرتي، بل رح تعمل اكتر اذا خسرتي. وما حدا بيقلك عدد الصفقات اللي فيك تعمليهم بالنهار، فممكن تنجرب تعملي صفقات كتير. فتي هيك على التليجرام تشانل فور فري، بتشوف النوايا الاجنده ورا كلمه فري، وبتعملي كتير صفقات، وبتكوني من ورا هالصفقات عم بتخلي الفاينانشال انستتيوشن والاشخاص اللي ورا هالتشانل هيدي اللي هي فور فري عم يعملوا مصاري من ورا خساراتك او ربحك. بس اليوم عدد الصفقات الكتير ما يعني ربح وما يعني استمرارية. هاي أول غلطة ممكن تعمليها، والسبب الوحيد لورا هيدي الغلطة هي الجهل أو قلة المعرفة بعالم الاستثمار. تاني طريقة هي لما بتقولي أنا ما خصني، بدي أعطي خبزيتي للخبز. تروحي أنت تلاقي شخص هو بدلك الحساب، تعطيه المصاري هو يعمل لك الاستثمار تبعك. انت بعد ما بتعرفي يعني استثمار، ما بتعرفي كيف يشتغل، حتى لو شرح لك هالخطه الماليه ما بتعرفي تشارعي ولا تقولي له هيدا ايه وهيدا لا وهيدا بقبل فيه وهيدا ما بقبل فيه. رح تكوني مستسلمه لا شو بيصيروا بالمصاري، وهو حيفسر لك انه الاسواق الماليه فيه خطوره عاليه، بس انت ما بتعرفي انه في شيء اسمه اداره مخاطر. اجان لانه ما في ثقافه ماليه، في جهل، وهذا اخطر شيء. بفوت هو على اساس عم يستثمر، تنفترض غلط لانه هو مش مصرياته بالنهايه، وهو قال لك انه ولو في خطوره عاليه حطك بالاجواء، بيجي بيقول لك يا الله راحوا المصاري او راح قسم كبير منهم. سوري، الاسواق الماليه unpredictable و uncertain، ما بتعملي شيء انت. اجان بتقولي لا الاستثمار شيء سيء، بالوقت اللي هو الاستثمار منه سيء، انما انت بعدك جاهله بهذا الموضوع.
ثالث طريقة وهي اللي كتير متداولة اليوم وبدنا ننتبه لها كتير، وأنا دايما بحكي عنها، إذا بترجعوا باللايفات قبل دايما حكي عنها وبالريلز تبعي. لما أنت بتقولي معي هالمصاري اللي مدخرتهم على جنب، بدي أعمل مصاري بسرعة وبدي زيدهم بسرعة. أنت اليوم حطيتي حالك عرضة لمقالب لسكامز مركبة، وسكامز عم نعمل لها بلان مفصل. هيجي اشخاص حيقولوا لك I can double your money overnight, I can triple your money, I can make you money quickly fast. تعطيهم المصاري again بسبب الجهل، اوكي، بياخذوهم بيفرجوك الارباح بصيروا يقولوا لك بدك تسحب الارباح؟ ايه بدي اسحب الارباح، اعطينا مصاري زياده. بس انت تحسي بالسخن، لا ليه بدي اعطيك مصاري، ما اتفقنا هيك بالاول؟ سوري مدام، المصاري والكابيتال والارباح بالكابيتال يعطيك العافيه بيختفوا بيروحوا. هيدي رابع شغله. كمان خامس شغله هي كمان متداوله، اوكي صاروا كتار بعرف، بس انه بعد في شغلتين هي كثير متداوله كمان، هن البونسي سكيم المركب. يعني بيجي حدا بيقول لك بتعطيني المصاري بستثمر لك اياهم بالاسواق الماليه، وبعطيك كل اخر شهر برسنتج ريت محدد، فيكس ريت. اول شغله بدك تعرفيها، فيكس ريت بالاسواق الماليه doesn't exist، غير موجود، لانه مكان فيه uncertainty. بس هذا الشخص شو عم بيعمل اليوم؟ عم ياخذ رسمال منك ورسمال من حدا تاني وثالث ورابع، وعم يدفع لك هالفيكست ريت، هالفيكست برسنتج الثابت من وراء المصاري اللي عم بجمعها من الرسمالات اللي عم يوصلوا له، مش من وراء استثمار بالاسواق الماليه. هو اصلا ما خصه بهالعالم. بس بعدين بس ما يعود يوصل له رسمال، هذا الشخص حياخد كل المصريات اللي جمعهم وحيفل. هون كمان بتصيري تقولي يا الله حق على الرسمال، حق على هيدا والى اخره. بيرجع عنا اخر شغله اللي هي مثل الواحد اللي استسلم، يلي خلص ما بقى بدنا نستثمر، هالعالم عم يخسرنا، فيه كتير نصب، فيه كتير احتيال، هات حط مصرياتي بالبنك، او هات حط مصرياتي بمحل امن. مين بده يلحقك؟ الانفليشن، التضخم. هالمصاري اللي انت حطيتيهم من سنه كانوا يشتروا لك سيرفيسز اند برودكتس نفس المبلغ، هالسنه هلا بعد سنه ما بقى بيشتري لك نفس القيمه، نفس البرودكتس ونفس السيرفيسز، لانه خفت القيمه الشرائيه تبعها. طيب لي اليوم شو الحل يعني؟ برايكم شو الحل؟ للي معنا هلا بالسيشن، شو الحل اليوم؟ ما نستثمر؟ طب الاسواق الماليه في ناس عم تعمل فيها مصاري بشكل ثابت، شو الحل يا ترى؟ رح اعطيك شويه وقت تتفكري وتجاوبيني. هلو اسماء، هلو سيرجيو. or great mentors سيرجيو، or great mentors النوا. إلي أمر، what do you think? What do you think is the solution? What do you think we can do? أول شغلة، أول علاج فيك تعمليه تحمي المصاري اللي أنت عم تتعبت حتى تجمعيها، ال10% بالشهر، هي إنك تحبي حالك، تستثمري بحالك. ميرسي رحمة، شكرا لك. هيدي أكتر علامة احترام وحب لذاتك، لما أنت تقولي أنا بدي أتحمل مسؤولية مستقبلي المالي، وأنا قادرة أتحمل مسؤولية مستقبلي المالي. هون ساعتها أنت بتقولي بدي أتعلم عن عالم الاستثمار. أكترية النساء بيقولوا لنا نحن مش رفقة مع الأرقام، وهذا شيء صعب. أنت اليوم بس روحي على السوبر ماركت ما بتستعملي الأرقام، بس بدك تجيبي تياب ما بتستعملي الأرقام، أونلاين شوبينج ما بنستعمل الأرقام، لما بدنا ندفع فاتورة بالمطعم ما بدنا نستعمل الأرقام. أنت محاطة بالأرقام، بس بدك تدفعي القسط لأولادك بالمدرسة، ما بدك بس تسحب تعمل الميزانية تبع بيتك، ما كله أرقام. ليه بدك تخافي من الأرقام؟ الأرقام صديقتك، الأرقام هي رح تكون سندك لبعدين بالعالم الأموال، ما تخافي منها. هاي أول نقطة. تاني نقطة، العلم تبع الاستثمار بالأسواق المالية ما عم نحكي سنين بالجامعة، عم نحكي بكل بساطة بين شهر ونص وشهرين. بعدين انت رح يصير عندك خطة مالية، رح يصير عندك إدارة مخاطر، وعندك وعي تعرفي كيف هالمصاري تستعمليهم بشكل سليم.
فانت لشو بحاجه؟ ثقافه ماليه، خبير اوريدي عم يعمل مصرياته بالاسواق الماليه، كوميونيتي من مستثمرين ومتداولين ناجحين وعندنا سكسس ستوريز، عندهم سكسس ستوريز، هالشغله كتير مهمه. رابع شيء انت عندك خطه ماليه، رود ماب، عندك يعني اذا مسكتي هالخطه طلعتي بالسياره بتعرفي وين تسوقي، كيف تسوقي، وين توقفي، وامتى تصفي على جنب، وامتى تقلعي، كلها الخطه الماليه كتير مهمه لإلك للمدى البعيد. ثانك يو ساجو، ثانك يو everyone here. وبدي اقول لك اذا انت جاهزه لتتحملي مسؤوليه مستقبلك المالي، بعتي لي ريدي بالكومنت، لانه انا بكون كثير حابه اني اتعامل معك، حابه انه ارشدك على هيدي الطريق اللي انا اخذتها، يلي خلتني اعرف استثمر اموالي، وخلتني كيف اعرف ابني مهاره الاستثمار، بلا ما اكون متكله على ناس تستثمر لي مصرياتي، بالوقت اللي انا اكون مسؤوله عم بقدر انا زيدهم وكبرهم تدريجيا ضمن خطه واضحه. فاذا you are ready, you are my girl, send me a DM ready and I will be happy to guide you through this. وكمان اذا شفتي هيدا اللايف كتير نفعك ولفت نظرك على كتير اشياء مهمه، ما تنسي تشاركي مع رفقاتك الصبايا، مع other ladies اللي هن بحاجه لهالتوعيه الماليه، لانه ما بقى حابه اشوف مره تجي تقول لي نصبوا علي، او مره تجي تقول لي انا بخاف قد ما سمعت في عمليات نصب وسكام وبانيك، لانه مثل ما في اشياء مش منيحه في اشياء منيحه، بس الثقافه الماليه هي اللي بتحميك وبتخلصك. Thank you for your presence, thank you for listening، ويلا بشوفكم next week الأربعاء بنفس الوقت 6:30 للعلاج رقم 5. مش هخبركم عنه هلا، بخبركم عنه next week. باي.